السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هحاول أكلمكم عن حاجة كويسة قوي. يعني الناس كلها بصراحة يعني بشوف تعليقات كده على النت، وبشوف ناس بتكلمني شخصيا، وبشوف بصراحة بلاقي الدنيا متكعبلة مع الناس كلها، خصوصا الشباب. كلوا يا أولاد بقى عشان تحلوا عني عفوا اتكلموا الكلمتين. بلاحظ ان الشباب يا جماعه اليومين دول عنده يأس، يعني نسبه يأس عاليه قوي. يائس وقرفان من الدنيا وزهقان، اللي لسه ما اتجوزش، واللي لسه بيشطف في شقته، واللي مش لاقي شقه. عايز اقول لك على كلمتين، خدهم في الاول كده، نخلوا الموضوع ده كلمه كده من القلب للقلب. يعني احنا اتكلمنا كتير عن معلومات عن الحمام وعن فوائد الحمام وما ادراك ما الحمام. نتكلموا عن عن اليأس. خلي موضوعنا النهارده عن اليأس. بلاقي شباب بييأس لدرجة ان هو والعياذ بالله بياخد برشام غلة، ولاقي شاب بييأس اللي هو لا قدر الله بيتجه للمخدرات. بيتجه للمخدرات. وبلاقي شاب بييأس ان هو بيخش في طرق مش حلوة. وبلاقي الحياة مع الناس، الشباب بالذات، بلاقي الحياة معاه يعني ضلمة خالص. بعكس ان انت في شوية حاجات كده هقول لك عليهم ان شاء الله باذن الله، باذن واحد احد هتلاقي نفسك ان انت باذن الله داير في موضوع الحياه ومشاكل الحياه وحوارات الحياه. بصوا يا جماعه، انت هتحط اول نقطه في حياتك، هتقول انا ميت. اسمع البقين دول، انا هموت. يعني في مصيبه بعد الموت؟ يعني الانسان تعب شويه ولا يموت؟ لا، يتعب شويه. الانسان يبقى عليه دين شويه ولا يموت؟ لا، يبقى عليه دين. الإنسان يزعل شوية ولا يموت؟ يبقى عليه يزعل شوية. يعني قصدي كل حاجة عقارنها بالموت هتلاقيها ولا حاجة ولا لها لازمة. ياما شباب في سننا وأصغر مننا، وشباب صغير خالص، وبيصحى من النوم والعياذ بالله بيصحى من النوم على التربة. يعني هو كان نايم 100 وحياته كويسة وعيشته كويسة، بيصحى من النوم الصبح على التربة. نفعك بايه او الحياه اديتك ايه غير عملك الصالح؟ انا مش هكلمك من الناحيه الدينيه. الناحيه الدينيه لها الشيوخ ولها الناس اللي بيتكلموا فيها واهلها يعني، بس انا هكلمك من الناحيه الادميه الانسانيه. ازاي انا ابقى انسان ربنا خلقني ان انا نعمر في الدنيا، وان انا نسعى، وان انا نعمل كل حاجه، وعشان مطب في حياتي او مشاكل في حياتي ان انا نيأس والدنيا تسود في وشي. يبقى اول قاعده عايزك تمشي بيها، اي مشكله تقابلك في الحياه قول انا ميت، فهتهون عليك اي مشكله. تاني حاجه، انا ليه لا زعل حد مني ولا حد يزعل مني ولا نزعل حد. يعني اكون مسالم. على فكره يا جماعه، الحياه مع الانسان المسالم دي بتبقى حياه جميله قوي. يعني انت تبقى انسان مسالم، ما يتزعلش حد ولا حد يزعل منك. والله الدنيا ما هي مستاهله، يعني الدنيا مش مستاهله كل التنافر والتناحر اللي احنا فيه ده. ثالث قاعده عايز اقول لك عليها، خليك في ورقتك. شوف انت لما تبقى في لجنه الامتحان كده، المراقب بيقول لك ايه؟ يقول لك خليك في ورقتك. يعني ايه خليك في ورقتك؟ خليك في ورقتك يعني مالكش دعوه بحياه الناس. واحد ربنا كرم وسافر وربنا رزقه برزق كويس، ماشي يا عم، هو رزقه كده، ربنا يسهله الحال. واحد تاني فتح مشروع وربنا سهل الحال، ماشي يا عم. واحد كان مستواه اقل من مستواك وتعين في وظيفه كويسه، مفيش مشكله، يتعين بالواسطه او بالغير واسطه، هو نصيبه كده، هو ربنا رايد له كده. يبقى ثالث هدف او ثالث سلمه بطلع عليها في سلم الحياه، اللي هي ان انا ابص في ورقتي، ماليش دعوه بحد. طول ما انت باصص في ورقتك وباصص في حياتك ومجتهد في حياتك، علاقتك بربنا كويسه. وكلنا بنعمل ذنوب، ولكن بنحاولوا ان احنا نكونوا اقرب الى الله. يعني صحيح الواحد مقصر، ولكن يعني برجو من ربنا ان هو يجبر كسرنا. فانا عايزك يعني ما تبصش الحياه ان هي مستاهله. الحياه مش مستاهله. الحياه اكله ونفس ونومه، هي الحياه غير كده. ان بقت كويسه فمقدر لك كده، بقت متعبه شويه فده مقدر لك كده. اما انا ما يوصلش بيا الحال، انا بشوف شباب شاب في شكل شاب ولكن تفكير راجل عجوز، يائس من الدنيا، ساخط على الحياه، على الاسعار، على الحياه، على الظروف. انا عارف ان انت معاك مؤهل عالي، وعارف ان انت اهلك اتبهدلوا وصرفوا
دم قلبهم عشان تاخد المؤهل ده، ولكن ما انتش لاقي شغل، معلش مش نصيبك. وانا عايز اقول لجيل ال90، جيل سنه التسعينات ده، يعني من 90 لحد 2000، ده الجيل ده هينضرب له تعظيم سلام. الجيل ده شاف المرار، الجيل ده شاف ثورات، وشاف كورونا، وشاف ضرب، وشاف مشاكل. يعني مصر بقالها 7000 سنه ماشيه حلو زي الفل، جات على 50 60 سنه اللي احنا هنعيشهم بتسود. فهنعمل ايه؟ هو نصيبنا كده. الجيل بتاع التسعينات ده جيل يعاني معاناه، لا عارف يتجوز، الاسعار رفعت على بخته الاسود، والدنيا اتهببت معاه احلى هباب. لسه بقى جيل الالفينات وما ادراك ده الدنيا عماله تغمق اكتر يعني. ولكن برضو عندنا شعاع نور بنمشوا عليه، وهو الاعتقاد ان ربنا شايل لنا الحاجه الكويسه، وان ربنا هيعينك، وطول ما انت بتسعى ربنا ان شاء الله هيكرمك وهتبقى كويس. من الحاجات الكويسه برضو اللي هتخليك تعافر في الدنيا من غير ما تتعب، ان انت تعمل لنفسك هدف، ما تعيش. يعني انا كنت مثلا وانا صغير كان المدرس يوقف الطلاب او التلاميذ الصغيرين يقول له انت عايز تطلع ايه؟ يقول له عايز اطلع دكتور، ولا عايز اطلع مدرس، ولا عايز اطلع مهندس، ولا عايز اطلع ضابط. انا ما كنتش عارف عايز اطلع ايه، وسبحان الله ربنا نوني الموضوع ده. انا مش عارف انا ايه بصراحه، يعني لحد دلوقتي برضو والله ما اكذب عليك انا مش عارف انا ايه. بس الحمد لله راضي وكويس، ويعني شويه تلاقيني بتاع حمام، شويه تلاقيني بتاع فراخ، شويه تلاقيني عمال ابيع في عربيات يعني، عمال ايه الدنيا معايا عماله تروح في يمين وشمال، ولكن الحمد لله مستوره ادام الواحد صحته كويسه. الدنيا متهان. اخر حاجه هختم بيها وهو الهدف رقم 5، وان المصيبه هي مصيبه الدين. يعني اي مصيبه لا قدر الله بعد الموت هي مصيبه الدين. وهختم لك بقصه كويسه قوي. كان في واحد اعرفه شخصيا، كان شغال في احدى دول الخليج، وكان شغال في مزرعه، ومزرعه يعني كبيره للاغنام والحاجات دي. وقال جه في مره المزرعه دي جالها مرض شديد وموت نسبه كبيره قوي من الاغنام، نسبه كبيره مهوله، لان العالم دي كانت بتربي يعني كميات كبيره خالص او اعداد كبيره، وماتت نسبه كبيره. فمستنيين بقى صاحب الشغل اتصلوا بيه بالتليفون، والراجل جاي بقى الصبح، وهو الراجل صاحبي ده كان شغال في المزرعه دي. فقال بقى احنا هنيجوا علقوا الراجل بقى ايه هيشيل علينا طين يعني ايه. الراجل اول ما جه قعد وقال لهم ايه هاتوا لي ميه، قعد شرب ميه وقعد، وفي الاخر ايه قال لهم ولا تزعلوا نفسكم، حصل خير وربنا يعوض. المهم ان هي مش مصيبه الدين. الراجل قال الكلمه دي، قال المهم ان هي مش مصيبه في الدين. يعني ايه مصيبه في الدين؟ مصيبه في الدين ان انت والعياذ بالله ترتد عن دينك، او تعمل عمل تقابل بيه ربنا يكون عمل مش حلو. يعني تشرب شدة مخدرات شده جامده، تكبس على مراوحك، تموت، تصحى في القبر على الايه؟ على النفس الثاني، النفس الثاني تلاقيه في القبر. وموتات من دي كتير، يعني موتات من دي مهببه بهباب. فهي دي مصيبه الدين. فانا عايزك تروق، تعيش حياتك وتسيبها على الله، واللي ربنا رايده هيكون، واعمل اللي عليا وخلاص. مش عايزك لا تيأس، ولا عايزك الحياة تسود في وشك. عايزك تضحك وتهزر وتحب الناس وتحب جيرانك، وما تخليش حد يجي يوم القيامة ليه عندك حاجة. عايز حياتك بسيطة، سهل اللين. الحياة مش مستاهلة يا جماعة، والله العظيم الحياة ما مستاهلة. ياما ناس والعياذ بالله كان بيضحك ويهزر ويلعب ويطير وينزل ويعمل، والصبح كان ميت، كان من اهل الايه؟ من اهل القبور. فانا عايزك حياتك تبقى كلها روقان، كلها بالحلال، كلها عيشه كويسه، ما تزعلش حد، ما تخليش حد ينام زعلان منك. كون ان انت تزعل حد وينام زعلان منك وانت عارف، دي حاجه مش حلوه يا جماعه، حاجه مش حلوه خالص. حاول تزعله تراضيه، الكلمه الحلوه بتبرد النار. كان في واحد يقول لي خاف من 2 يعضوك، يعني 2 في الحياه ديت هم اللي هيعضوك. الكلب لو شم خوفك، والندل لو شم احتياجك. ما تحتاجش لحد. يبقى عيد لك الحته دي، 2 في الدنيا ديت هم اللي ممكن يعضوك يأذوك. يعني الكلب لو شم خوفك، والكلب ده كائن
حيوان فطري وهيعضك بالفطر، ولكن اللي اسود منه الندل لو شم احتياجك. ما احتاجش لحد، ما حاولش احتاج لحد، اعيش حياتي على قدها، على قد امكانياتي بما يرضي الله. ده كانت حاجه بسيطه بس ان اخليك ان انت ما تيأس، واديك لمحه كويسه عن الحياه، واخليك تروق وما تحطش الدنيا في نفسك. وحاول لو عجبكم الفيديو بتاع التنميه البشريه ده قولوا لي وانا اكلمكم عن حاجات تانية. وحاول ما تبخلش عليا باللايك والمشاركه عشان ترفع الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله.